سلامين. اسمعوا الحكاية دي. كان في ملك قوي شجاع جامد قوي وجميل قوي وهو وسيم قوي. الملك ده كان عمره ما يخش معركة غير يرجع منها منتصر، لازم ينتصر في كل المعارك اللي دخلها، وكان التاج بتاعه بيحكوا عليه في كل الممالك اللي حواليه. لكن بالرغم من ان الملك ده كان جامد قوي وجميل قوي وشجاع قوي وقوي قوي، الا انه ما كانش مبسوط. كان دايما يخش جوه اوضته ويمسك مرايته السحريه ويبص فيها ويشوف نفسه الحقيقيه، نفسه اللي مليانه حنيه، اللي مليانه حب، اللي مليانه ود، ويقول يا نفسي يا حقيقيه، يا ما نفسي اعيشك. وكل يوم الملك يدخل يشوف مرايته السحريه ويبص فيها ويشوف نفسه الحقيقيه. وفي يوم من الايام جت بنت بسيطه كانت بتشتغل في القصر، وبالصدفه شافت صوره الملك جوه مرايته السحريه، فشافت صوره الانسان من غير اقنعه ولا تاج ولا درع ولا سيف، شافت صورته الحقيقيه، صورته كانسان من غير تاج. حبته، بس كانت كل ما تقرب منه يبعد ويهرب عنها. تمد ايدها يزقها ويقول لها كلمه بايخه، ضحكه بارده. كل ما تبص له بحب يبص لها بسخافه، يودي وشه الناحيه التانيه. وكل ما تقرب يهرب ويبعد ويخترع حرب وحرب وحرب، ويروح ينتصر وينتصر ويعمل انجاز ورا انجاز. والبنت تقرب وهو يبعد، البنت تقرب وهو يهرب، والبنت زهقت، قامت اخدت بعضها ومشيت، تعبت. رجع الملك بعد الانجازات والانتصارات، بعد ما لبس تاج فوق تاج وحط قناع قسوة وقناع عنف وقناع بعد، رجع يبص في مرايته السحرية عشان يشوف نفسه الحقيقية اللي وحشته بعد الانجازات والانتصارات. بص الملك مراية ما شافش صورته الحقيقية. يا مرايتي يا مرايتي، صورتي الحقيقية فين يا مرايتي؟ مرايته ما بتطلعش الصورة الحقيقية، رغم انها مراية سحرية الا انها ما بترجعش اللي فات، هي بتوريله اللي موجود دلوقتي. ولما قعد يلبس أقنعة ورا أقنعة ورا أقنعة، ضاعت الصورة الحقيقية، ضاع الإنسان اللي جواه، الإنسان اللي مليان حب وود وحنان. اختفى، بقى بيبص في المراية السحرية عشان يشوفه مش لاقيه، يدور عليه مش شايفه. نفسه الحقيقية ما بقتش موجودة، تاهت وضاعت وسط الزحمة، وسط الأقنعة اللي كان بيلبسها. حتى نفسه اللي لابسه التاج والسيف والقناع والدرع ما بقاش شايفها ولا لاقيها، لانه اصلا ما حبهاش وما كانش عايشها. فبقى يبص في المرايه السحريه ما يشوفش غير الفراغ، ويبص في حياته ما يلاقيش برضه غير الفراغ. نصيحتي ليك، لما تلاقي نفسك الحقيقيه ثبت فيها، امسكها، اوعى تضيع منك. نفسك الحقيقيه هي ممرك الوحيد للسعاده، هي السبب الوحيد اللي هيخليك مبسوط. ما تفرحش بالإنجازات والانتصارات والتسقيف المزيف اللي حواليك، ركز مع نفسك الحقيقية اللي هتوصلك للسعادة الحقيقية، واوعى تضيعها وسط أقنعة مزيفة بتلبسها عشان تحقق إنجاز أو انتصار. وانتبه، ملهاش إعادة، وخلي السعادة دايما عادة. سلام.